لو وصلتي لحد هنا، لحد الحلقة دي، يبقى انتي مش بس بتسمعي، انتي كمان بتتحركي، وده في حد ذاته انجاز كبير، وانا فخورة بيكي قوي قوي قوي. في ال6 حلقات اللي فاتوا اتكلمنا عن الصوت الداخلي والصوت الناقد اللي في راسك، والقناع اللي بتلبسيه، وطفولتك، والبرمجة الاجتماعية، والأقنعة اللي احنا بنلبسها، والتمن بتاعها. ده كله كان وعي، كان فهم، كان معرفة. ده مهم جدا في المرحلة بتاعتنا. لكن النهاردة هنحول الوعي للفعل، يعني هنحول كل اللي احنا فهمناه ده لتطبيق. طبعا هي مش هتبقى محاضرة على قد ما هي هتبقى ورشة عمل هنشتغل فيها على نفسنا. وإن شاء الله هعملها لكم باوربوينت علشان تشوفوا الأسئلة معي، وتبدأوا تعملوها في الدفتر الجميل بتاع رحلة اليقظة بتاعنا، وعلشان تبدأي تشوفي نفسك بوضوح مختلف. إن لما نعمل الحاجات اللي في دفتر نقدر نشوف التغيير بتاعنا والتقدم بتاعنا. فقبل ما نبدأ احنا هنحتاج ورقة وقلم، وطبعا الدفتر بتاعنا، وآلة حاسبة أو موبايل علشان نحسب الدرجات بتاعتنا، ومكان هادي كده تعرفي تركزي فيه بشوية من تركيزك الجميل، من غير تشتت، من غير تليفون، وبس كده. تمام، يلا بينا. خليني أقولك على حاجة مهمة الأول. الوعي الذاتي هو مش حاجة واحدة، مش حاجة بسيطة تقولي أنا واعية بنفسي أو أنا مش واعية. لا، الوعي الذاتي هو عالم كامل، وفي طبعا أنواع مختلفة من الوعي، وكل نوع ليه مستوى مختلف. تمام. طيب الوعي الذاتي ليه أبعاد مختلفة، وكل بعد بيأثر على جودة حياتك برضو بشكل مختلف. النهاردة هنقيم 5 أنواع من الوعي، كل نوع هيكون ليه أسئلة محددة، وكل سؤال ليه نقاط واضحة. في الآخر هتعرفي تطلعي بدرجة معينة كده تعرفي فيها انت فين بالظبط. فيلا بينا. هتجهزي الورقة، هتعملي الورقة كده جدول من 5 أعمدة زي ما أنا عاملة في الباوربوينت كده. أول عمود هو رقم السؤال، تاني عمود هو السؤال، تالت عمود الإجابة، وبعد كده النقاط والإجمال. أول قسم معانا هو أول نوع من أنواع الوعي، وهو الوعي بالأفكار. ده بيقيس انت قد ايه واعية بالحوار الداخلي اللي بيحصل في دماغك. يعني كل سؤال هتختاري إجابة واحدة بس وخدي النقاط بتاعتها. تمام. لو إجابتك كانت ألف اللي هي أول إجابة هتحطي 0، لو إجابتك كانت ب هتحطي 1، لو إجابتك كانت ج هتحطي 3، يبقى 0 1 3. حلو. حلو. أول سؤال عندنا في الوعي بالأفكار بيقولك لما فكرة سلبية تيجي في دماغك، أي فكرة بقى، أنا فاشلة، أنا مش هنجح، أنا ماليش قيمة، أنا عمري ما هكون كويسة، أيا كان إيه اللي بيحصل، هل بتصدقيها تلقائيا وبتحس إن هي حقيقة مطلقة، يعني ده أنتي، فكرة دي أنتي، ولا ساعات يا حبيبة بصدقها وساعات بقدر إن أنا أشكك فيها، ولا بلاحظها كفكرة عابرة كده وبقول لنفسي هي مجرد فكرة مش أنا زي ما اتعودنا في أول حلقة. السؤال التاني بيقولك هل بتلاحظي الأفكار وهي بتمر في دماغك في اللحظة نفسها؟ هتقوليلي لأ يا حبيبة أنا بعيش جواها من غير ما أخد بالي إن هي موجودة أصلا، ولا أحيانا بلاحظها بعد ما تعدي بشوية، ولا أيوة يا حبيبة أنا بقدر إن أنا أراقبها لحظة بلحظة. السؤال التالت بيقولك لما تفكري تفكير سلبي، وتفكير السلبي ده بيبدأ يجرك لدوامة كبيرة ملهاش نهاية، انتي بتقدري توقفيه بنسبة قد ايه؟ حلو. هتقولي لي لا يا حبيبة انا مش بقدر، انا بتساور الافكار دي لحد ما الدوامة تخلص لوحدها، ولا بحاول ان انا اوقفها ولكن مش دايما بنجح، ولا بقدر اوقفها واغير اتجاه تفكيري بوعي. السؤال اللي بعده بيقولك هل بتعرفي تميزي ما بين الأصوات المختلفة اللي في راسك، يعني الصوت الناقد، صوت الشخص الخايف، صوت الشخص الحكيم؟ هتقولي لي لأ، كله صوت واحد بالنسبة لي، ولا أحيانا بلاحظ إن في أصوات مختلفة، ولا هتقولي لي أيوة أنا بعرف أميز كل صوت والمصدر بتاعه؟ طيب السؤال اللي بعده بيقولك لما تيجي تاخدي قرار هل بتلاحظي الأفكار اللي بتأثر على القرار ده؟ هتقولي لي لأ يا حبيبي أنا باخد القرار تلقائي من غير ما ألاحظ، ولا بعد ما اخد القرار انا بلاحظ الافكار اللي كانت وراه؟
ولا أنا لما باجي آخد القرار بكون واعية بكل الأفكار المؤثرة وقتها؟ السؤال اللي قبل الأخير معانا في القسم الأول بيقولك قد إيه بتقدري تفصلي ما بين أنتي وأفكارك. قوليني يا حبيبة، أنا هي أفكاري مش بعرف أفصل، ولا بدأت أفهم إن في فرق ولكن صعب، أو بقدر إن أنا أفصل وأشوف الأفكار كحاجة عابرة مش هويتي. السؤال الأخير بيقولك لما حد يجي ينتقدك إيه أول فكرة بتيجي، وهل بتلاحظيها ولا لأ؟ هل بتقولي لأ أنا مش بلاحظ الفكرة بس بحس بردة فعل عاطفية فورية، ولا بعد الموقف يا حبيبة بشوية بفتكر الفكرة اللي جت، ولا في نفس اللحظة أنا بلاحظ الفكرة وبقرر أتعامل معاها إزاي؟ دول كانوا أول 7 أسئلة معانا في القسم الأولاني، ألا وهو الوعي بالأفكار. عايزاكي بقى تجمعي نقاط القسم ده وتكتبيها كده وتشوفي الإجمالي من 21. تمام، شوفي انت جبتي قد إيه من 21. طيب، احنا قلنا لو اخترت الألف يبقى 0، لو اخترت الب يبقى 1، لو اخترت الجيم هيبقى 3. تعالي بقى ندخل على كمان 7 أسئلة، وهو القسم التاني معانا وهو الوعي بالمشاعر. ده بيقيس انت قد ايه متصلة بالعالم الداخلي العاطفي وقادرة تسمي وتفهمي مشاعرك. فأول سؤال بيجي يقولك لما حد يجي يسألك انت حاسة بإيه دلوقتي، هل بتعرفي تجاوبي بوضوح؟ هتقولي لي لا يا حبيبة أنا مش بعرف، بس بقول مش عارفة أو حاسة بحاجة وحشة بس، ولا بقدر أقول مشاعر عامة زي زعلانة أو مبسوطة؟ لا يا حبيبة، أنا بقيت أقدر أسمي المشاعر بدقة، وأقدر أقول أنا حاسة بحزن، أنا حاسة بإحباط، حاسة بقلق، حاسة بخيبة أمل. السؤال التاني بيقولك هل بتقدري تفرقي ما بين المشاعر المتشابهة، اللي هي مثلا الزعل والحزن والإحباط وخيبة الأمل ممكن يكونوا عند البعض كلهم حاجة واحدة؟ هتقولي لي لأ هم كلهم مش مبسوطة بالنسبة لي، أو بعرف إن أنا أفرق ما بين شعور واتنين وتلاتة بس، ولا بعرف أفرق بدقة ما بين المشاعر المختلفة. السؤال التالت معانا اللي هو لما تحسي بمشاعر صعبة بتعملي إيه؟ هل بتكبتيها وبتهربي منها بأي طريقة سواء أكل أو نوم أو سوشيال ميديا، ولا هتقولي لأ حبيبي أنا بحس بيها شيء ولكن لو زادت بهرب، ولا أسمح لنفسي إن أنا أحس بيها كاملة وأقدر أعيشها؟ طيب، السؤال اللي بعده هل بتعرفي مشاعرك قبل ما تنفجري أو تنهاري، ولا هتقوليلي لأ المشاعر بتفاجئني وأنا بنهار أو بنفجر فجأة، ولا ساعات بحس بيها قبل الانفجار بشوية بس مش بعرف أتحكم لسه، و الإجابة التالتة بحس بيها من بدري وبقدر أتعامل معاها قبل ما تكبر. السؤال اللي بعده بيقولك لما تحسي بأكتر من شعور في نفس الوقت، يعني حب وغضب مثلا، قد إيه بتعرفي تستوعبي ده؟ هتقولي لي لا يا حبيبي أنا بتلخبط ما بينهم قوي ومش بفهم إيه اللي بيحصل، ولا بلاحظ بس مش بعرف أتعامل مع التناقض ده، ولا بستوعب إن ممكن مشاعر متناقضة تكون متواجدة مع بعضها عادي؟ السؤال اللي قبل الأخير بيقولك هل بتحسي بمشاعرك في جسمك؟ يعني مثلا انت عارفة ان القلق ممكن يكون في البطن، والغضب ممكن يظهر في الفك بتاع السنان، الخوف ممكن يظهر في الصدر شوية اللي هو بتاع خنقة شوية. تقولي لأ المشاعر موجودة في دماغي بس، ولا أحيانا بلاحظ إحساس في جسمي ولكن مش مربوطة بمشاعر معينة، ولا أيوة بعرف فين كل المشاعر بتتخزن في جسمي. سؤالي الأخير قد إيه بتعرفي تحكمي على نفسك بمشاعر معينة؟ هتقولي لي أنا باحكم على نفسي كتير بس مش لازم أحس بكده، أو أنا ضعيفة، أو باحاول إن أنا ما أحكمش ولكن ساعات باحس بالذنب، والّا باتقبل مشاعري من غير ما أحكم عليها وهي كلها مقبولة بالنسبة لي. جمّعي نقاطِك واحسبيها على 21 برضه. طيب،
القسم التالت معانا ألا وهو الوعي بالجسم. ده بيقيس أنتِ متصلة بجسمِك قد إيه وقادرة تسمعي الإشارات بتاعته، تمام؟ لإن معروف وكل الأبحاث أثبتت كده إن الجسم بيخزّن كل المشاعر والذكريات المكبوتة. فأول سؤال معانا بيقول لِك هل بتلاحظي توتر في جسمِك سواء مثلًا في الرقبة، في الكتف، في الضهر شوية أو في الفك أو في المعدة؟ هتقولي لي لأ، جسمي مش موجود في وعي لحد ما يوجعني جامد، والّا بالاحظ لمّا التوتر يبقى كبير بس، والّا بالاحظ أول ما التوتر يبدأ حتى لو خفيف؟ السؤال التاني بيقول لِك لمّا تتوتري أو تخافي، هل بتعرفي التوتر ده فين بالضبط في جسمِك؟ هتقولي لي لأ، أنا باحس بتوتر عام، والّا باعرف مكان واحد أو 2، والّا باعرف بالضبط مكان التوتر اللي هو زي ما قُلنا التوتر في الكتف والخوف في الصدر والقلق في المعدة؟ السؤال التالت معانا بيقول لِك هل بتعرفي تفرّقي ما بين جوع حقيقي وجوع عاطفي؟ هتقولي لي لأ، لمّا باحس بالجوع باكل يا حبيبة، والّا بدأت ألاحظ إن في فرق ولكن مش دايمًا واضح، والّا أيوه أنا باعرف الفرق وباتعامل مع كل واحد بشكل مختلف؟ السؤال اللي بعده هل بتعرفي تفرّقي ما بين تعب جسدي حقيقي وتعب نفسي أو عاطفي، والّا هتقولي لي لأ يا حبيبة التعب كل واحد بالنسبة لي، والّا أحيانًا باحس إن في فرق، والّا باعرف أميّز وباتعامل مع كل نوع بطريقة مختلفة؟ السؤال اللي قبل الأخير بيقول لِك هل بتثقي في الإحساس الجسدي لمّا بييجي لِك؟ لأ، أنا باتجاهله وباسمع دماغي بس، والّا بالاحظه ولكن أنا مش متأكدة، يعني مش عارفة أثق فيه، والّا أيوه أنا باسمعه وباثق في حكمة جسمي؟ السؤال الأخير في القسم التالت ألا وهو قد إيه بتخصصي وقت تتواصلي فيه مع جسمِك عن طريق التمارين، عن طريق التنفس، التأمل، مش عارفة اللي هو الstretching تقريبًا أو الmassage؟ هتقولي لي نادرًا جدًا أو ما بيحصلش أصلًا، والّا مرّة أو مرتين في الأسبوع، والّا بشكل يومي أو شبه يومي حبيبة؟ وجمّعي نقاطِك واحسبيهم على 18، أنتِ جايبة قد إيه من 18. القسم الرابع اللي هو الأخير ألا اللي قبل الأخير sorry، الوعي بالسلوكيات والأنماط. ده بيقيس أنتِ واعية بأنماط سلوكِك المتكرر وقادرة تغيّريها والّا لأ. فالسؤال الأول بيقول لِك هل أنتِ بتلاحظي أنماط تصرفاتِك المتكررة، سواء مثلًا تجنُّب، سكوت، انفعال، انسحاب، أيًا كان النمط المتكرر اللي أنتِ بتستخدميه؟ هتقولي لي لأ، أنا مش واخدة بالي من الأنماط بتاعتي، والّا لاحظت نمط أو 2، والّا واعية بمعظم الأنماط بتاعتي؟ السؤال اللي بعده بيقول لِك لمّا تعملي حاجة وتندمي عليها، هل بتفهمي أنتِ ليه عملتيها أصلًا، والّا هتقولي لي لأ، أنا باقول مش عارفة أنا عملت كده ليه، والّا بافهم السبب بعد تفكير وتحليل، والّا بافهم السبب في نفس اللحظة أو بعدها بشوية صغيرين؟ السؤال اللي بعده بيقول لِك هل أنتِ عندِك وعي بالtriggers اللي موجودة بتاعتِك أو المثيرات، سواء مثير ده ممكن يكون مواقف، كلمات، أشخاص، أماكن، بتخلّيكِ تتصرّفي بردود فعل معيّنة، والّا هتقولي لي لأ، ردود أفعالي بتفاجئني، والّا عارفة شوية المثيرات بتاعتي ولكن مش كلّها، والّا هتقولي لي أنا عارفة معظم الtriggers بتاعتي وباستعد ليها؟ السؤال الرابع بيقول لِك لمّا الtriggers دي تحصل أو المثيرات دي تحصل، أنتِ بتقدري توقّفي رَد الفعل التلقائي بتاعِك والّا لأ؟ هتقولي لي لأ، أنا مش باقدر، أنا باتصرّف automatic، والّا أحيانًا باقدر أوقّفها وأحيانًا لأ، والّا في أغلب الأحيان باقدر إن أنا أوقّف واختار رَد فعل واعي؟ السؤال الخامس، هل بتلاحظي الفرق ما بين رَد الفعل التلقائي والاستجابة الواعية؟ تقولي لي لأ يا حبيبة أنا مش فاهمة الفرق، والّا فاهمة الفرق ولكن صعب أطبّقه، والّا فاهمة وباقدر إن أنا أختار الاستجابة الواعية في أغلب الأوقات؟ السؤال اللي قبل الأخير بيقول لِك لمّا نفس الموقف يتكرر في حياتِك، هل بتلاحظي النمط المتكرر ده والّا لأ؟ هتقولي لي لأ، كل مرّة باحس إن هي صُدفة أو إن الدنيا كده،
ولا بدأت ألاحظ إن نفس المواقف بتتكرر ولا بلاحظ النمط وبفهم دوري فيه؟ السؤال الأخير معانا في القسم الرابع وبيقولك أنت قد إيه بتتعلمي من الأخطاء بتاعتك وتغيري سلوكك. هل هتيجي تقوليلي أنا بكرر نفس الأخطاء كل مرة ولا بتعلم ولكن التغيير بطيء ولا بتعلم بسرعة وبطبق التغيير؟ اجمعي نقاطك واقسميهم على 21. طيب، الجزء الأخير ألا وهو الوعي بالقيم والاختيارات، ده بيقيس انت عارفة قيمك قد ايه وعايشة حياة متسقة معاها ولا لا. فالسؤال الأول بيجي يقولك هل انت عارفة قيمك الحقيقية اللي مهمة ليكي انت، مش اللي المفروض تكون مهمة بالنسبة للناس أو بالنسبة للمجتمع، يعني مهمة ليكي انت بس كشخص. هتقولي لي لا أنا مش عارفة ايه هي قيمي، أو عارفة بعض القيم ولكن مش متأكدة هي بتاعتي ولا اتزرعت جوايا، ولا عارفة القيم بتاعتي بوضوح. السؤال اللي بعده، هل قراراتك اليومية متسقة مع القيم بتاعتك؟ هتقولي لي لأ، في تناقض كبير ما بين القيم بتاعتي واللي بعمله، ولا في شوية اتساق ولكن مش كامل، ولا قراراتي في أغلب الأوقات متسقة مع القيم بتاعتي. السؤال اللي بعده بيقولك لما تاخدي قرار مهم ايه اللي بيحكمك؟ هل رأي الناس أو توقعات المجتمع، ولا خليط ما بين رأي الناس والقيم بتاعتي، ولا قيم الشخصية هي المعيار الأساسي لقراراتي؟ السؤال اللي بعده، هل بتحس إنك بتختاري حياتك بوعي؟ تقولي لي لأ، حياتي بتحصل كده عادي بتحصل ليا، ولا بختار في بعض المجالات ولكن مش كلها، ولا أيوة أنا اللي بختار اتجاه حياتي عامل إزاي؟ السؤال اللي قبل الأخير، هل عندك إحساس بالتحكم في حياتك، ولا هتقولي لي لأ أنا حاسة إن كل حاجة خارجة عن سيطرتي، ولا شوية سيطرة ولكن مش كاملة، ولا أيوة حاسة إني ماسكة دفة حياتي؟ السؤال اللي بعده، لما تعملي حاجة ضد القيم بتاعتك ايه اللي بيحصل؟ هتقولي لي انا مش بلاحظ او مش بحس بحاجة زي كده، ولا بحس بضيق او عدم ارتياح ولكن انا مش فاهمة ليه، ولا بحس فورا وبحس بعدم الاتساق الداخلي. اجمعي نقاطك على 18، يعني شوفي انت جايبة قد ايه من 18. ودلوقتي هنجمع الخمس أقسام، كل قسم لوحده، القسم الأولاني من 21 والتاني كذلك، ولكن التالت والخامس من 18. يبقى القسم الأولاني والتاني والرابع معانا من 21، والقسم التالت والخامس من 18. طيب، ازاي نفسر النتيجة؟ أنا كاتبة لكم في الباوربوينت برضو إن احنا نفسر النتيجة. عندنا أربع نتائج. لو جبتي من 0 ل 33 نقطة عندك وعي لسه في البداية، بداية الرحلة وعي منخفض جدا. انت دلوقتي في مرحلة الصحوة، معظم حياتك بتعيشيها على اوتو بايلوت من غير وعي، ولكن انت بدأتي تسألي الأسئلة دي، ودي أول وأهم خطوة. طبعا محتاجين نعمل تمارين يقظة وصبر شوية. طيب، لو جبتي من 34 ل 55 نقطة عندك وعي متوسط منخفض شوية برضو، بس انت لسه في الطريق، يعني بدأتي تصحي في لحظات مغيبة فيها، في لحظات وعي، في مجالات قوية ومجالات ضعف، يعني ده تقدم بتمشي ما بين كده وما بين كده. طيب، وطبعا هنبدأ نشتغل على المجالات اللي انت عندك نقاط منخفضة فيها. من 56 ل 77 وعي متوسط عالي، يعني في تقدم واضح، انت في مرحلة متقدمة من الوعي، بتلاحظي نفسك في معظم الأوقات، بتقدري تتحكمي في ردود أفعالك. لسه في مساحات محتاجة انك تشتغلي عليها، ولكن انت على الطريق الصح. من 78 ل 79 فانت في وعي عالي جدا جدا، انت اوريدي في حالة يقظة، انت وصلتي مرحلة استثنائية من الوعي الذاتي، عايشة حياتك بحضور ووعي كامل في أغلب الأوقات. والشغل دلوقتي هو تعميق اليقظة دي وإنك تحافظي عليها. تمام. وزي ما قلت لك، طبعا انا كاتبه السكريبت كامل علشان انا ما اتلخبط، لان دي اختبارات حساسه جدا ما ينفعش ان انا اقعد افتي فيها. طيب، نحلل الاقسام. احنا قلنا ان احنا عندنا 5 اقسام. لو الوعي اللي بالافكار عندك منخفض، هنبدا بمراقبه الافكار اليوميه اللي هي كانت في اول حلقه خالص احنا اخدناها. لو الوعي بالمشاعر عندك منخفض، هنعمل جورنالينج يومي عن المشاعر بتاعتك، ونفضل نسال اسئله، انت حاسه ايه النهارده، انت عملتي ايه النهارده خلاكي تحسي بكده، وهكذا. لو الوعي بالجسم عندك منخفض، هنبدا نعمل مديتيشن للبادي سكان، مسح جسدي يومي. ولو الوعي بالسلوك عندك منخفض، هنعمل الملاحظات عن الأنماط المتكررة في حياتك، وده طبعا هيكون ليه حلقة منفصلة كله.
ولو الوعي بالقيم منخفض هنعمل تمرين تحديد القيم. تمام. طيب عندنا هنعمل تمرين قوي جدا في الحلقة ومش هناخد غيره، ألا وهو هتاخدي 3 أنفاس عميقة كده، معلش علشان أنا مش هقدر أتنفس دلوقتي. وبعد كده هنكررها 3 مرات، لو زفير 4 عدات، هتوقفي ثانيتين وشهيق شهيق 4 عدات، وتوقفي ثانيتين وزفير 4 عدات. وهنكتب 20 إجابة على سؤال مين أنا. عايزك تكتبي تبدأي كل سطر يبقى أنا مثلا أنا مش عارف إيه، أنا تعبانة، أنا زعلانة، أيا كان. عايزاكي تكتبي بسرعة من غير فلترة، من غير تفكير. وأول 10 هيكونوا أدوار من الإجابة ال11 للإجابة 20. فهتبدأ الحقيقة تطلع، لأن أنت يعني إيه، بتنزلي للجذور وقتها. تمام. فأنت بعد ما تخلصي هتحطي للأدوار اللي أنت عملتيها أو كتبتيها حرف الدي، وهتحطي للمشاعر اللي أنت كتبتيها حرف الإف، هتحطي للقيم اللي أنت كتبتيها حرف الفي. تمام. وعديهم وشوفي أكتر العلامات فين. تمام. طيب هنعمل مقياس سريع كده اسمه مقياس اليقظة اليومي، عشان نشوف أنت عايشة حياتك بحضور في حياتك اليومية ولا لأ. تمام. هنختار الإجابة الأقرب ليكي. دي عكس ال التمرين اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو احنا قلنا كنا ألف بتاخد 0، لا احنا هنا العكس، ألف هتاخد 3، ب هتاخد 1، ج هتاخد 0. أوكي. أول سؤال بيقولك لما تاكلي، هل بتركزي في الأكل وبتحسي بطعمه، ولا أنا بشوف تليفون وباكل، ولا ما بحسش بالأكل خالص لو أنا باكل عادي كده؟ تاني سؤال، لما حد بيتكلم معاكي هل بتسمعي بتركيز كامل، ولا بسمع ولكن دماغي في مكان تاني، ولا بسمع الصوت بس أنا مش فاهمة، يعني مش مركزة معاه أصلا؟ تالت سؤال بيقولك لما تمشي، هل بتلاحظي التفاصيل حواليكي، ولا ماشية بس مش واخدة بالك، ولا بتوصلي وما انتش فاكرة وصلتي ازاي لو انت مش مركزة أساسا؟ السؤال اللي بعده، لما تصحي بتاخدي لحظة كده تحسي فيها بجسمك وتتنفسي، ولا بقوم على طول في الروتين اللي هو يلا ورانا ايه النهاردة، ولا بصحى تعبانة كأني ما نمتش أساسا؟ آخر سؤال بيقولك لما تحسي بمشاعر صعبة، هل بتقفي وتحسي بيها بوعي وتفضلي تسألي نفسك كده وتعملي مديتيشن، ولا انت بتحاولي تشتتي نفسك وتلهي نفسك على الفاضي، ولا بغرق فيها؟ تمام. هتجمعي النقاط، ولو جبتي من اللهم صل على النبي من 0 ل5 فانت عايشة على اوتو بايلوت كامل، ولو من 6 ل11 فانت عايشة على اوتو بايلوت بس شوية شوية، يعني شوية كده شوية كده، ولو من 12 ل15 فانت عايشة في حالة يقظة. تمام. عايزاكي ترسمي خط كده. تمام. هتحطي صح في الأوقات اللي انت كنت فيها موجودة وحاضرة وعندك يقظة، وغلط للأوقات اللي انت كنت فيها مغيبة. ماشي. سؤال بقى، عايزاكم تكتبوا لي درجاتكم في الكومنتات. تمام. وعايزاكم تقولوا لي في الكومنتات نعمل حلقة تانية، نعمل خطة شخصية على حسب المستوى. احنا قلنا ان في 5 مستويات، كل مستوى ممكن نعمله في حلقة، او ممكن اعمل لكم حلقة فيها 5 مستويات كلهم. علشان نكمل، يعني مثلا اللي في المستوى الاولاني يعرف يوصل للمستوى التاني، يعرف يوصل للمستوى التالت والرابع وهكذا، واللي واقف في التالت يعرف يوصل للرابع والخامس وهكذا. انتوا فاهمين قصدي؟ لو عايزين حلقة على كده نعمل فيها التمارين والحاجات اللي احنا نزود بيها الوعي بتاعنا والدرجة، عرفوني في الكومنت واعمل لكم حلقة كاملة. وبس كده، دي كانت ورشة عمل بسيطة جدا جدا جدا، لان انا بحب الاختبارات والمقاييس قوي، لان هي بتفهمنا احنا فين دلوقتي. اوكي. عايزاكم تعملوا التمارين وتعرفوني انتوا بتعملوا التمارين دي اصلا ولا لا، وان شاء الله ان شاء الله نكمل في باقي الحلقات الجايه.